السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو معاكم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم الزلابية. هنا معانا للعسل، معانا كوبايتين سكر، ومعانا كوباية ونص مية، ومعانا ليمونة، ومعانا هنا كيلو دقيق، وكيس بيكنج باودر، وكيس خميرة، ومعايا هنا 3 معالق نشا، ومعايا ملح، ومعايا سكر، ومعايا ميه دافيه. هعمل معاكم العسل الاول عشان يبرد. احط كوبايتين السكر مع كوبايه ونص ميه، واعصر عليه ليمونه، واحطه على النار وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني كده. انا حطيت العسل على النار. هنا معايا كيلو دقيق، هحط عليه 3 معالق من النشا، واحط كيس الخميره، واحط نص كيس البيكنج باودر، ومعايا نص معلقه ملح، ومعايا معلقتين سكر كبار، وهنا معايا ميه دافيه للعجن، ميه دافيه اعجن بيها عشان الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم. اقلب كله كده مع بعضه. وبعد كده هنزل واحده واحده. ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. هحط شويه بشويه الميه. هي هتبقى عجينه طريه. لسه كده عايزه شويه تاني. ندخل فيها كده الهواء. نحط سنه تاني. وهنقلب برضو كده. هقلب فيها وارجع اوريكم في الاخر. ورجعت لكم تاني وكده. هنا قوام العجينه بعد ما عجنتها. هسيبها تخمر شويه وارجع لكم. ورجعت لكم تاني وكده. هنا الخميره خمرت، هفضي منها الهواء، ومعايا معلقه صغيره هقبل لها ميه، وهمسك العجينه كده وهبتدي اعمل كده، وانزل في الزيت، زيت غزير، كده امسك كده وابل المعلقه. هخلص الكميه وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني وكده. هنا عملنا الزلابيه بتاعت اللون الذهبي كده. هنطلعها بقى على العسل. العسل هيكون بارد. هنخلص بقى الكميه ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. وهنا كده خلصت كل الكميه. هنا عملنا الزلابيه دي بالعسل، وهنا رشينا عليها سكر بودر. وكده يكون الفيديو معاكم خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش في الاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.